جايب لي يا ابني، انا مش جاي لي كوبايه ميه. عايز تشرب عارف يعني انا الثلاجه دي ما فتحتيش مثلا طلع لي منها مثلا كيس خروب، فاهم؟ كيس خروب مثلا. ليه يطلع منك دي مش مانجا مش فراوله. ما دي من ارض الانواع، انتوا حتى ما عندكمش ارض الانواع. خروب امل. ده ورا سينما راديو. خروب كليه الطب. خروج كليه الطب ده جامد قوي. واتبنى منه بقى ايه؟ اساطير، ناس موظفين بس سموا نفسهم كليه الطب، اساطير بقى بنت. انا عارف انت كده انتوا بتكرم. رياكشنك مش باين. ايس كريم يا عم، الحاجات دي كانت بتتفتح هنا والله. ايه بقى عندكم سبونسر كيمو كونو وانا اللي كنت ضيعته. انا لو شفت ايس كريم اتفضل يا عم، ادي الناس اهو من كتفك اللقطه وصلت. كنت ده اعلى من كده. فصل لهم بلاي ستيشن. يا ابني نزلت له ابلكيشن. الايفون ما بيشتغلش غير. بص يا صاحبي، اخوك بيصب لي ويسكي، سبب لي قد الميه اللي انت جبتها، سبب لي ربع كوبايه وتقول لي احنا بيت كرم. يا عم شوف قلبك، قال لي انت مصعبها عليا اجيب لك مانجا. انت ممكن تعمل تشتغل حاجه يا اسطى حاجه كده. يا اسطى ده لو بيشرب كلب كان يديله ميه اكتر من كده. تكسي انت راوي؟ ايه؟ لا تشيلساوي خد ارض المعارض. اول فريق، اول نادي ياخد كل اول فريق في اوروبا ياخد كل البطولات الاوروبيه. حاجه حلوه عامله زي الزمالك الكونفدراليه. لا الكونفدراليه الزمالك واخدين 3 بس مش بيعرفوش ياخدوا افريقيا. بقالهم 23 سنه مش عارفين ياخدوا افريقيا. يا صاحبي انت اللي فراك فاشل. ده راجل زملكاوي رويح اهو. يا استاذ لميت ما تنرفزنيش، انا لو عايز اجيب لعيب الاهلي هجيبه. للدرجه دي يا استاذ زي حسين؟ لا ما بقولك لو عايزين نجيب اي حد من الاهلي هنجيبه. وراح طلع السيجاره. لا طب نطلع فاصل. اهلا بيكم في سبوتايه، اخر سبوتايه نهائي تشامبيونز ليج. ايه هنقفل انت ولا ايه؟ اقفلها خلاص كده. طب لو على كده ممكن انزل دلوقتي. هنعمل نشاط هنا عشان هنذبح ابويا يذبح. الموسم خلص يا ابني، الموسم خلص يا ابني. زيات. وبعد كده كده يعني الموسم خلص او ما خلصش، انت بدات الموسم زي ما خلصت. موسم صفر. ارض المعارض مقويه قلبه. يا صاحبي انا معايا بطوله اوروبيه. عامل ايه يا خلوق؟ الحمد لله يا صاحبي، اخبار سيادتك ايه؟ اخبار ابطال اوروبا ايه؟ هنعمل ايه؟ الطبيعي كل يوم بطوله. كده كفايه بقى. لسه اطلع شامبيونز ليج اول امبارح واخد بطوله تاني. بيقول لك دلوقتي يا اما نقي اروح يوروبا ليج يا اما اروح شامبيونز ليج. نقي بقى. الماتش حلو ها، سالك سالك. المشكله بقى اللي هو اللي عرفت معلومه اللي هو مفيش قبل كده فريق اسباني لعب فريق اجنبي في نهائيات اوروبيه وكان خسر. ونفس الفكره أيوة بالنسبه لتشيلسي، لو كان بيلعب فريق اجنبي غير فريق انجليزي كان هو دايما اللي بيكسب. فهو ده كسر قاعده بتاعت حد وده كمل القاعده بتاعت يعني تشيلسي كملها وبتاعت. بس الماتش ده احسن من انا ما كنت شايفه يعني، او كنت متخيل. قلت الواد عبد الصمد ولا الواد انتوني يعمل معاك وحاجه ايه؟ عملوا سسبنس بس في الاول. اروق عليك كده فاهم. الشوط الاول بقى قعدت اتصل بيك وادور بقى اعمل ايه وهقول له يا عبد الصمد ايه واخش له الدخله ازاي. في الاخر لقيت 4 عادي. انت خدت بطوله يا ابني. لا يعني هي الفكره طلعت على منصات التتويج. لو هو بالنسبه له عشان هو كان عايش في كرب وشايف اللي دي خلاص دي الليميت بتاعه فتمام. لا فعلا يا عم انت كده عامل نتيجه قياسيه وبتاع. لكن ما تجيش تتكلم يعني ما تجيش بقى الموسم اللي جاي تتكلم معايا تقول لي اصل انا منافس على الدوري وعايز اروح تشامبيونز ليج. لو انت شايف المستوى ده كويس فعلا لا انتوا عملتوا حاجه كده انجاز. انا ما وصلت السيمي فاينال واخدت والتاني الدوري موسمين على التوالي. لا تحسهم مرضين والله، تحسهم مرضين. تاني الدوري كده طيبه وسيمي فاينال تشامبيونز ليج، ده انا كده جامد فشخ. ارتيتا. هي عندنا فاينل تشامبيونز ليج بقى. ده بقى الكلام بقى اللي الكلام الحلو بقى. بلا بقى ارض المعارض بقى بلا الحاجات دي بقى. عندنا فاينل تشامبيونز ليج، سيميوني انزاجي خسران الدوري من اسبوع، وانريكي لسه واخد الكاس. وانريكي واخد ثنائيه دوري وكاس وبيدور على الثلاثيه وهيبقى اول فريق فرنسي ثلاثيه. انت كده قبل ما نتكلم ككوره انت نفسك في مين يكسب؟ انتر. سكه ودغري. لا يعني لا مش فكره مش الفكره يعني فكره ايطاليا وبتاع، بس فكره اللي باني على الفرقه كذا حاجه وشايف يعني في كذا لعيب
في انتر نظرا لسنهم الكبير ممكن ما يجيلوش الفرصه تاني انه يلعب نهائي شامبيونز ليج، فممكن تكون دي اخر فرصه ليهم انهم يلعبوا شامبيونز ليج. اقول لك بامانه، ودي حته كده يعني زي جابها من كنترول. لا حته كده ايه يعني، ما كنتش حاسس قبل كده. انا كنت بقى في الطبيعه اتمنى باريس تكسب وانريكا، عشان هي فرقه بتلعب كوره حلوه وكوره هجوميه وضغط وكل حاجه ولاعيبه شباب وزي الفل، ومشروعهم بصراحه عمالين يطوروا فيه لحد ما بقوا مرعب. بس انا الانتر ده خيره عليا كتير. الانتر ده والله العظيم على راسي بامانه. ما بطل بقى الشغل بقى اللي احنا فرشين ده بقى وخلاص. لا ممكن التاني يقول لك انا وصلت مرحله ابعد من اللي انت وصلتها في البطوله. لا يا عم، ما هيبقى زي يا عم اخواته ارسنال عادي، مفيش مشكله. لا معلش، السيمي فاينل هتبقى له بطوله يعني. انا انتر ده لا بس هو عمل هو واحد يعني، بس اصل خيره عليا من زمان قوي يعني. انتر خيره عليا من زمان قوي. نهائي 2010 النهائي كان في البرنابيو، لو فاكر النهائي كان في سانتياغو برنابيو. كان التيشيرت اللي وراك ده كان هيموت ويلعب النهائي على سانتياغو، هيموتوا. ايوه ماشي تقريبا. ده هتسال اي برشلوني كده، انت ايه السيمي فاينل اللي خسرته وضايقك قوي؟ والله الناس اللي فاهمه وواعيه بس هو هتقول لك نهائي 2010 نص نهائي 2010 ماشي. بس هو مش متضايق عشان ريال مدريد طلعته، هو متضايق عشان مورينيو. مش ريال مدريد طلعه، ايوه ماشي، انتر طلعه. ايوه ما انا عشان كده بقول لك يعني انت ليس لك يد في اي حاجه. ماشي، عشان كده بقول لك انتر خيره عليا. بس هو مخنوق من ابن عمي اللي في ايطاليا والله ابن عمي باش طلعه في 2010، منع ان هو يلعب على نهائي تشامبيونز ليج على البرنابيو، ولو كان خدها كان هيبقى واخد 2009 2010 وهو خد 2011، كانت هتبقى ثلاثيه متتاليه يعني. كان ضرب التاريخ قبل الثلاثيه بتاعت زيدان. وبعد كده خرجوا في دور المجموعات مرتين، وبعد كده هو نهائي انتر برشلونه في ايه كده. انا نفسي انتر، انا خلاص انا فاهم، ما كنتش بحب انتر. حلو، بس بعد اللي انتر عمال يعملوا معايا انا انتر قلبا واحدا. انا خفت على انتر بقى من ساعه انت ما اتكلمت الكلام ده كله. ما هو بوبوسكو ده الفرقه دي هتخسر. لا ما هو الاقرب ككوره والله كفاينل باريس يعني. خلينا نتكلم كوره بقى. لا ما تقدرش، بص ما تقدرش 50-50 بس باريس متكامله في كل حاجه. لا انا شايف الانتر هي المتكامله عن باريس، عشان قلت لك باريس عندهم مشكله في الدفاع بس. انت شايف ان باريس عندهم مشكله في الدفاع، وانا شايف ان انتر عندهم مشكله في الدفاع. عشان انت بتقارن ماتش برشلونه. انا مش بتكلم ماتش برشلونه بره، بتكلم ماتشات في الدوري. انتر دخل فيها اجوان في صراع الدوري بس الاجوان ما كانش بسبب اللي هو عدم تمركز مدافعين او اي حاجه. تمركز طبعا، لا تمركز ونظام نظام خط الدفاع نفسه واقف ازاي. احنا دلوقتي كنا بنتكلم كاسامي، انهي اسامي اقوى في الدفاع بالنسبه للانتر او بالنسبه لباريس سان جيرمان؟ كخبره اكتر انتر طبعا، كخبره انتر طبعا. خبره انتر ليه؟ عشان تشيربي وباستوني طبعا. ماشي انتر، بس هو باريس ما عندهمش ماركينيوس بس. وماركينيوس انا بالنسبه لي هو عمره ما هيبقى هو لعيب كده عنده ليفل معين مش هيعدي. طيب ومعلش اني فيها بس باكات اني دوري الضربه اللي كان بيضربها انتر لبرشلونه في السيمي فاينل، عشان انا بنبني الفاينل على السيمي فاينل. الضربه اللي كان بيضربها انتر لبرشلونه مش عارف يضرب بنسبه كبيره، مش عارف يضربها لباريس. عنده مينديز وعنده حكيمي قافلين اللي ورا، قافلين الخط اللي ورا ده. الارتداد بتاعهم في الكونتر اتاك اللي هيعمله انتر على باريس غالبا بنسبه كبيره حكيمي ومينديز هيقفلوه زي ما حصل في ماتش ليفربول. اي ماشي، بس عايز اقول لك حاجه. ما هو برضه انتر مش معتمده على الوينجات يعني الباكات بتاعته هم اللي يطلعوا. واحد قدام عنده تريمي. هو ايوه بس هو دومفري. هو مين اهم لعيب كان في منظومه انتر في ماتشين برشلونه؟ ماشي حلو. ما هو كل ماتش انا قلت لك هي دي انزاجي دايما بيحب اللي هو يتطبع بالمدرب اللي قدامه في طريقه اللعب. مظبوط، تمام. فانت عندك ممكن هو مش هيكون غافل حاجه زي كده. انا فاهمك، بس وهو هيلعب. انا شايف اللي هو هيبقى في ارك يعني اكتر على نص الملعب، يعني التوجه من نص الملعب اكتر. واسمه ده، ولو طاروا ما كانش بيلعب الماتشين بتاع برشلونه. لعب الماتشين بس ما كملهمش بالظبط. وترام تمام المفروض يبقى جاهز تمام. وقدام عندك تريمي، فانت عندك 3 قدام المفروض يحلوا لك مشاكل لو فكره اتقفلت الجناب اتقفل بالظبط كده. الباكات قفلوا عليه. ونص الملعب هي النقطه كلها في نص الملعب فرق سن انت عندكش غير باريلا الناحيه الثانيه، وعنده شاغانوغلو ومختريان. لا انت عندك 3 رعب يعني. فيتينيا نيفيز ورويز ودكتهم زير امري. ما انا بقول لك
في الاول وفي الاخر يعني باريس عندها حلول اكتر تكامل سنه او اكتر، اقول مثلا سنه الشبابيه اكتر من انتر. بس انتر مش بس انتر عندها حلول. ايوه بس في حاجه مهمه جدا، ميزه انتر الكبيره بقى في الماتش ده، هيروحوا بفرصه فرصتين ثلاثه هيجي بنسبه كبيره. نفس اللي حصل في ماتش برشلونه. بس باريس بتروح بكتير قوي وبتضيع كتير قوي. حصلت في ماتش ارسنال وحصلت في ماتشات فهي دي نقطه ادفانتج لانتر عن دي التفصيله المهمه اللي انت المفروض يلعب عليها. ان انا لما اروح اجيب انت باريس مهما بيروح ما عندوش اللي بيخلص، ديمبلي بيضيع، حتى زير امري مش ديمبلي بيجي بيضيع، عنده الفيرود الثاني دوي مش هداف يعني، فارتسخيليا يعني ساعات وساعات، باركولا برضو بيضيع كتير، ضيعوا في ماتش ارسنال كتير. مش بس دلوقتي يعني اخر ماتش في الكاس باركولا كان فايق، مع اختلاف طبعا التنافسيه والفرقه دي ودي. في حاجه مهمه برضو، انت رجله في الملعب لحد الاسبوع اللي فات، باريس تحسه ريح. لا هو كده يعني يعتبر انتر هو اللي واخد يعني الادفانتج في فكره الراحه اكتر سنه عن باريس. بس لا والريتم، رتم الماتشات هي انتر بتلعب لسه ماتشات صعبه لحد يوم السبت اللي فات بالظبط او الجمعه. بس في الاول وفي الاخر ما حد هيقول لك دي مش حاجه في مصلحه الانتر عشان هو لغايه اخر لحظه كان معتمد على العناصر الاساسيه ده عيب الانتر ما عندوش لا يكون داخل مستريح اكتر. هو فكره باريس اللي التنافسيه بتاعتهم اقل، ده عيب ان بس انتر ما عندهاش دكه. بس هو بص في الاول في الاخر هي الماتش نفسه في كذا حاجه عاملين اللي هو يعني اللي هيكسب هياخد حاجات، يعني زي مثلا سومر ودوناروما اللي هيكسب فيهم هو حارس اوروبا طبعا بالظبط. وفي ناس دلوقتي بتقول لك ان دوناروما ممكن هيبقى ياخد مثلا مراكز متقدمه في احسن لاعب في البطوله بقى لو ده وده. انا بقول لك لا ما تقدرش يعني دي الصراحه دي انا بالنسبه لي انا يعني لما يطلع بقى القرار اقول لك لا بس لسه الماتش يعني ما خلصش. بس في لعيبه كانت بدا مثلا زي باريلا كان بيلعب كويس بس ماتشين برشلونه كان رايح في داهيه تمام. الدفاع او سواء بالنسبه للهجوم من ناحيتين ديمبلي هو اكتر واحد اقرب للنقطه دي تكاملا من اول الجروب ستيج، يعني حتى الجروب ستيج اول خالص على فكره مظلوم جدا في القصه. لو طارق المفروض لو انتر كسب لو طارق يبقى احسن لاعب فهي دي الفكره. فاللي هيكسب هياخد بطولات فرديه. وفكره برضو انزاجي واسمه ده وانريكي اللي هيكسب برضو يعرف هياخد ممكن احسن بقى واحد في اوروبا، ياخد بقى في الاخر في الفيفا اللي هو احسن، عشان طبعا هانز فليك هو اقرب واحد اللي هيكون داخل في التنافسيه الدوري والكاس الكاس اللي خدهم دول. اللي هيكسب برضو البطوله دي هو هيبقى احسن مدرب في اوروبا، بغض النظر احنا عارفين ان او شايفين ان فليك هو احسن مدرب في اوروبا. وفي الاول وفي الاخر هو انا بقول لك في واحد عايز ينقذ الموسم بتاعه كان بيلعب على الثلاثيه وخسر الاثنين، وفي واحد عايز يكمل اول مره انجاز اللي فريق فرنسي تاني يرجع ياخد الشامبيونز ليج، والمره دي اللي هو ياخدها بثلاثيه. ممكن بعد كده تصادفوا اللي هو الموسم اللي جاي ما يقدرش يحافظ الثلاثيه. دي احسن فرصه خلاص مش احسن فرصه للاثنين بالظبط. هي دي الفكره. انتر قبل كده لما لعبت قدام سيتي وسيتي كانت فايقه اكتر 100% وممكن تسيبها لسه عشان كانت خسرانه من تشيلسي الموسم اللي قبليه. بعد كده عندك دلوقتي لما باريس لعبت قدام بايرن وكانت بايرن ساعتها اقوى وكسبت بايرن. فالفرصه اللي هم الاثنين بقى لهم كتير، يعني انتر هو اقرب في عدد الوصول للنهائي في السنين عن باريس، بس في الاول وفي الاخر فهو بالنسبه لهم ده يعتبر اسهل منافس من المنافسه اللي كانت قبل كده عندهم من بايرن وبتاع. ده مش بيقلل من انتر ولا بيقلل من باريس، بس هو دي كده. طيب اخر حاجه بقى، شايف مين هيبقى الثاني اول؟ انتر كنا فاكرين هتدافع ده برشلونه هي اللي باخدت برشلونه الاول، باريس هي اللي باخدت ارسنال الاول في انجلترا. مين يقدر يباغت التاني اول؟ عايز توقعات كده يعني بسرعه نقرا الماتش يعني. قبل الماتش يبدا يا كابتن نقرا الماتش كده قبل ما يبتدي. مش عارف بس يعني لو انتر لعبت بنفس الطريقه اللي هي هتقفل وهتخرج بالكاونتر اتاك زي ما عملت على برشلونه، ف لو خرج من ناحيه بقى زي الونجات وهل ده هيقدر يرجع فيقفل، فممكن تلاقي انتر مش عارف يوصل برضه في الاول وفي الاخر زي ما عملت
ممكن انتر تعديه وتجيب جول في الاول، بس الاقرب اللي ممكن يكون انتر، وممكن ماتش يبقى متقفل لا تقفيل وسخ ماتش في نص الملعب. ما بتمنوش كده ابدا يعني، عشان بس هم المشكله اللي هو المدربين يعني اثبتوا هم الاثنين اللي هم بيفتحوا اللعب في بيعرفوا المنتشر. يفتحوا وبرضه بيعرفوا يقفلوا شويه، بس التقفيل زي ما قلنا، انت الدفاع انت شايف الدفاع بتاع باريس وحش، وانا شايف الدفاع بتاع انتر وحش، فغالبا الاثنين لما يقفلوا برضه كل واحد له عيوبه في عادي هيبقى في جوان برضه، هيبقى بس. في جوان كتير، مش ماتش بس اتمنى ما يبقاش بس ماتش 1-0، عشان ايه بكره نهايات 1-0 دي يعني، فاهم؟ قاعد 90 دقيقه نهائي تشامبيونز ليج بعد 65 ماتش ولا 56 ماتش، قاعد كده مستني الماتش يخلص على 1-0. انا بكره الماتشات دي فشخ. ما انا اتمنى ان هو ماتش في الاول وفي الاخر يبقى حلو، بس زي ما بقول لك كل واحد عنده الدوافع اللي تخليه اللي هو يكسب البطوله. ده عايز خلاص، في لعيبه كتير قوي عايزه يعني خلاص هتخلص ومش عندها فرصه ثانيه، وفي لعيبه لسه بادئه جديد في باريس، وانريكي عايز اللي هو المشروع بتاعه يكمل اكتر في اكتر، ومش فكره ان انا جاي في مشروع زي مدرب يقعد سنتين ثلاثه في باريس ويمشي. وانزاجي ممكن يكون بيدور على ستيب ثانيه بره انتر، بس انا عايز اخلص انتر دي وانا قال لك الماتش ده هيحدد مستقبلي امبارح بالظبط. فهي دي الفكره. هيمشي ما تعرفش بقى لسه، ما هو لسه يعني كلام في ايطاليا لسه ما تعرفش دلوقتي، نابولي لسه مش عارفين كونتي هيقعد ولا لا، واليجري احتمال يجي وميلان، فده لسه بدري حوار، ده لسه بدري، ايطاليا دي لسه. احنا معانا كده قبل الفاينل ولينا قاعده بعد الفاينل، مش عايز تجيب انزو؟ لا يا صاحبي خلاص انزو، خلاص في فريق بطولات دلوقتي بقى، فريق بطولات دلوقتي. يعني اصلا الفكره كلها لو حد كلم انزو دلوقتي يقول له اخر بطوله خدتها امتى؟ خدتها امبارح. لكن انتوا بقالكم ايه؟ بقالكم سنه ما خدتوش بطولات ولا ايه؟ معلش بنريح يابا، بنريح ونمشي وفاهم وننظف كده الزباله اللي كانت موجوده. ماشي يا عم، رش قدام المحل. انتوا معانا كده، ويا رب الحلقه تعجبكم، وان شاء الله نبقى معاكم بعد الماتش ونشوف فاينل تشامبيونز ليج حلو بين الفرقتين اللي يستاهلوا فعلا ان هم يكونوا في فاينل تشامبيونز ليج السنه دي. سلام.